سلام سلام، مرحبا بكم في قناتي مطبخ فوزيات. جبت لكم وصفة اليوم فطيرة الخوخ بالقمح الكامل، تجي بزاف بزاف بنينة وتجيكم هشيشة. عندي المقادير: عندي 2 كيسان تاع فرينة قمح كامل، وعندي ملح، وعندي فانيليا، وعندي ملعقة كبيرة زبدة. الماء تحتاجو ماء بارد وتلموها تدريجيا بالماء حتى اللي تلم لكم عجينة، يعني تزيدوا الماء تدريجيا. من بعد اللي لميت العجينة نغطيها ونديرها في الثلاجة تبرد لي كما راكم تشوفوا قدامكم. أنا خليتها نص ساعة باسكو ديت الوقت في الخوخ والكريمة. عندي الخوخ، عندي 4 حبات، تقدروا تزيدوا لكتر الحبات، تقدروا تنقصوا حساب المول تاعكم. قطعت الخوخ تاعي، مزجتلو حتى إضافات، زدتلو برك زبدة ودرته يطيب. من بعد الكريمة تاعي، عندي كاس حليب إلا ربع، نزيد له 2 ملاعق كبار مايزينا نشاء الذرة، وزدت معاه سكر التمر بديل السكر. زدت ملعقة واحدة قبل في الكريمة، ومن بعد اللي طابت لي كريمة زدت ملعقة باسكو ذقتها لقيتها ناقصة سكر، باسكو السكر تاع التمر ماشي كيما السكر العادي، وتبقى اختياركم اسكو تزيدوا سكر عادي ولا تزيدوا سكر تمر كيما تبغوا نتوما. المهم بعد اللي وجدت الخوخ تاعي مع الكريمة، جبدت العجينة تاعي ووجدتها، درتها في المول. مول كان بيان سور ديروا له الزبدة على جال ما تلصقكمش العجينة. من بعد اللي وجدناها تقبوها فرشيطة، ومن بعد ديروا لها الكريمة تاعنا اللي وجدناها، ومن بعد اللي وجدنا لها عفوا اللي درنا لها الكريمة، نزيدوا لها الخوخ اللي وجدناه بيان سور. ومع تالي البقايا تاع العجينة انا زدتها معاهم من الفوقة. خدمتها على شكل كاري، يعني سواء بقات لكم العجينة أو كي مبقاتلكمش معليش، تقدروا طيبوها بأي شكل. وهذا واش كميائي كيفاش خرجت لي. إن شاء الله يعجبكم الفيديو تاع اليوم. إذا عجبكم متنساوش دعموني بجيم كومنتير وبارطاج الفيديو. المهم مذاقت العجينة جاتني بنينة وهشيشة. في السكر ماهيش مسكرة بزاف، يعني إذا تبغوا السكر تقدروا تزيدوا لها السكر العادي. باي باي.